أكتاف مشيا بأحد الشوارع دائما في العاصمة، وصور جماهيرية كبيرة جدا. يعني الصور تتكلم بنفسها. نعم بدون تعليق. يعني الشعب الجزائري لا يستحق كل تقدير وكل احترام. إن لما تشوف الناس اللي في الشارع وحاملين الراية الوطنية هذه تدل على الحب الوطن ورغبتهم في المنتخب الوطني هذا. لما تعرف لما الجزائري محترم. قسنطينة هذه الساحة المركزية بمدينة قسنطينة، المعذرة سيدتي، بناية الجسور المعلقة التي خرجت فيها الجماهير في هذه الصور الكبيرة والمعبرة. غانا مصطفى اللي جاء لهذه الدورة منقوص كذلك من أبرز العناصر وأبرز النجوم اللي لعبوا في أوروبا، لكن يعني عرف كيفاش يعني يقحم العناصر الشابة اللي شاركت أبطال العالم في أقل من 20 سنة. بالطبع يعني الفريق الغاني من على ربما دورتين راح يكون فريق قوي جدا، لأن يملك عناصر مجموعة شابة ومنهم أبطال عالميين. يعني ربما الدورة الأخيرة يعني تغلبوا على مين؟ البرازيل. يعني هذا ما يعني باللي الفريق الغاني علاش قلت لك ما راحش يسيب يعني سهولات الفريق المصري، لأن الفريق الغاني راح يمد بكل قوة، ما عنده مرة قصر، راهو في تطوير الفريق نتاعو، في التغيير نتاع الفريق نتاعو، ويشوفوا ما بعد إسيان، ما بعد الصاموا. عمل سن مهم جدا كذلك. بالطبع لما اختاروا اللاعبين هذو باش يشاركوا في كأس افريقيا في نادي باب، لان عارفين اللي هما ضروري بعد كأس العالم راح يكون فريق اخر. قال من الاحسن نعطيه الخبره، لان ايسيان جماعته عندهم الخبره، شاركوا في كأس العالم وعندهم ما يحتاجوش هذه الاشياء. في علمهم ثاني لو يشاركوا كما شاركوا في كأس افريقيا السابق ما عطاوش الشيء اللي لازم. درك داروا ثقه في الفريق هذا الاولمبي، عناصر شابه وسياسيين عنده السياسه التقنيه تاعهم هي سمحت لهم باش يشاركوا بهذا الفريق، والحمد لله ينجموا يعتبروا هذا كنجاح ولما يشارك في النهائي معناتها قدوة كبيرة إلى النهائي بعد وراهم يحضروا الفريق بعد 2010. هذا شيء جميل بالنسبة للبلاد الغانا كمنهج عمل. غانا تقاليد عندها يعني اللعب يعني ادوار المنافسات العالميه عند الفئات الصغرى، وحتى يعني في الساحه الافريقيه هو من المنتخبات اللي عنده 4 كؤوس. ما ننساوهاش. يعني ممكن جدا يوم الاحد راح تكون عنده الكاس الخامسه. يعني ماهوش يعني الفريق المصري مرشح 100%. انا نظن باللي راهي 50-50، لان الفريق الغاني راح يدخل بدون عقده وبدون اي مركب نقص، ويدخل يعني وراح يشاهدوا باللي ما رايحينش ربما يسيروا كما ربما احنا طحنا في الفق نتاع يعني نستناو هذا الفريق. يكون نهائي جميل بالنسبه لنا ان شاء الله نستمتعوا بالكره. العناصر لاعبين جدد شبان، كل مباراه جميله. لما تشوف كاين فريق المصري اللي ممكن راح يحافظ على الكاس نتاعو، على اللقب نتاعو، هذا الشيء اللي نتمناو له حكا عرب. ما نبخلوش نفسنا ونتمناو لهم النجاح في الكاس افريقيا كما الفريق الغاني. ناخذوا